بدأ السباق الرمضاني وبدأ معاه فضول المشاهدين حوالين الوجوه الجديدة واللي أغلبهم من أبناء الفنانين، وعشان كده جبت لكم النهاردة قائمة ب7 أسامي من الوجوه الجديدة واللي كلهم أبناء فنانين كبار جدا. شادي هاني رمزي، لو لاحظتوا في مسلسل بدون مقابل، المسلسل التراجيدي واللي ظهر فيه الشاب شادي ابن الفنان الكوميدي هاني رمزي، وده أول عمل فني ليه، وعشان كده كان لازم أول ظهور ليه يكون مع والده الفنان هاني رمزي واللي بيقدم دور تراجيدي لأول مرة في حياته. ومن الوجوه الجديدة كمان عمرو رياض، نجل الفنان محمد رياض والفنانة رانيا محمود ياسين، واللي ظهر في مسلسل قلعة الحجر بالمشاركة مع والده الفنان محمد رياض، ودي تعتبر المرة الرابعة اللي شارك فيها عمرو، فهو شارك في مسلسل نصيبي واسمتك ومسلسل الحلم وفيلم الرجل الرابع. أما الوجه الثالث معانا وهو يوسف حمادة هلال ابن الفنان حمادة هلال، واللي بيظهر لأول مرة على التلفزيون وبيشارك والده الفنان حمادة هلال في مسلسله الجديد المداح وأسطورة العودة. وكمان بتشارك مريم أشرف زكي ابنة الفنان والنقيب الفنانين أشرف زكي والفنانة روجينا، واللي بتظهر للمرة التانية في السباق الرمضاني مع والدتها روجينا في مسلسل سر إلهي. أما بقى عن الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر واللي بتشارك والدها في مسلسله الجديد محارب، فدي مش أول مشاركة ليها في السباق الرمضاني، فملك من أبناء الفنانين اللي ليهم تاريخ من سنين، ولكن يعتبر المرة الرابعة اللي بتظهر مع والدها، حيث ظهرت معاه في مسلسل لؤلؤ وعيلة لاسعة جدا وفيلم فارس. نور النبوي ابن الفنان خالد النبوي، واللي من ضمن الوجوه الشابة اللي أصبحت معروفة للمشاهدين، فنور ظهر في أكتر من عمل درامي وعمل سينمائي، ولكن دي المرة التانية اللي بيشارك فيها نور والده في عمل، فنور بيشارك الفنان خالد النبوي في مسلسله الجديد إمبراطورية ميم. وأخيرا بسنت أحمد صيام بنت الفنان الكبير أحمد صيام، واللي بتشارك والدها السنة دي في مسلسل رحيل بطولة النجمة ياسمين صبري.